السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أقول للدكتور المنشد لقد ظلمتني إن جعلتني بعد الأستاذ هادي الحسني وبعد الأستاذ حمد. ظلم كبير أنك تتكلم بعد الشيخ هادي الحسني وتتكلم بعد الذي سمعناه من هذا القرآن. تمنيت أو رجوت أن يكون الختام الذي نذهب به إلى بيوتنا هو ما سمعناه من قراءة. نسأل الله سبحانه وتعالى شرع ذلك خيرا. نعم الحمد لله. طبعا الحديث عن اللغة العربية يعرف خير من الأستاذ هادي الحسني، ولكن اللي قال ولغة العرب لسان متحد لم يدل عنه أبناؤه فمن يدل. ولكن اللغة العربية أعداءها أعداء، ولكن احنا لا يظهر لها أعداء. كتابات الشيخ تؤكد أننا نحن نملك اللسان العربي كثيرا ما تعدينا عن اللسان العربي. بالنسبة لهذه الجلسات أقول أنه منذ احتفالنا بليلة المولد النبوي لم تتوقف الأمسيات القرآنية في ولاية البليدة إلى هذه اللحظة. منذ احتفالنا وحضر معنا السادة القراء كم من مرة، حضر معنا السادة الأساتذة كم من مرة. اللحظة قبل مجيئي إليكم اختتمت دورة علمية دامت 14 يوما في مسجد الأرشاد، لتنطلق أخرى غدا في مسجد النور. إذا الدورات العلمية والأمسيات القرآنية موجودة عندنا. إذا كانت المعركة معركة مصحف، أقول أن المعركة معركتنا مع الآباء. أرسلوا لنا أولادكم إلى المدارس القرآنية، أرسلوا لنا أولادكم إلى الأقسام القرآنية. لدينا ما يفوق 290 قسم قرآني، لدينا أقسام قرآنية نكاد نبكي لأجلها لولا العنصر النسوي. شهر سبتمبر سنفتتح في ولايتنا إن شاء الله 4 مدارس قرآنية نموذجية. المدرسة الوحيدة أو الواحدة ربما في مثلا المركب الوقفي لبوفريق أكثر من 20 مليار. مدارس أخرى لكن في الأخير لا نجد من يرسل أبناءه لتعليم القرآن الكريم. الحقيقة نحن نتباكى كثيرا ولا نفعل كثيرا. نبكي على اللغة العربية ولا نقدم لها، نبكي على هذا الدين ولا نقدم له، نبكي على هذا القرآن ولا نحفظه، وهو محفوظ الله سبحانه وتعالى، هو اللي يحفظنا ما نحن نحفظه. فإن كان من شيء أقول لي ليس تحديا وإنما دعوة لكل سكان البليدة أن الأقسام القرآنية مفتوحة وأن المدارس القرآنية مفتوحة، بل يكفينا فخرا أن أول هيئة للإقراء أنشئت في هذه البلاد. أول هيئة للإقراء، والشيخ يعرف التاريخ أفضل مني، بعد أن قضى عليها المستثمر الفرنسي لم تنشأ حتى هذه السنة، وأنشأناها في ولاية البليدة. وهيئة الإقراء موجودة في مدرسة قرآنية في وسط البليدة. ولكن روحوا شوفوا كم عدد اللي راهم يحبون يقرأوا القرآن الكريم، روحوا شوفوا، وحينها تعرفوا هل الخلل فينا أم في أعدائنا. العدو عدو، والأصل في الصحراء الرمال، والأصل في الجبال الثلوج، والأصل في البحر المياه. عدوي أعرفه، لكن ماذا فعلت أنا؟ ماذا فعلت أنا؟ أنا صريح في هذا الشيء، صريح. دوما مليح نعرف تاريخنا، التاريخ نعرفوه فاخدع الأحياء ما شئت أن تجد التاريخ من المخادعين، ولكن دوما نلقي بالله على الأعداء. أنا أعرف لهم أعداء، ولكن ماذا فعلنا؟ يا إخوان ماذا فعلنا؟ أرجو أن تزوروا معلمي القرآن وتشوفوا كيفاش راهم قاعدين. كثير من الناس يقول لك معلم القرآن ما يخدمش، أقول لك إذا ما خدمش واحد 9 يخدم. هذا المصطلح الذي ينبض في جمعة في مسجد في حمام الوالد، قلت بربكم
ألا تسألون أنفسكم شحال فيكم واحد جابوا لي يديروا معاك الجامع؟ يلا ما نديروش درس نوضوا نشوفوا شحال فينا واحد جابوا لي يديروا معاه الجامع. شحال واحد فينا نوض بيدو صلاة الفجر؟ وشحال واحد فينا جابوا ليدو المدرسة القرآنية مثل ما يدير المدرسة العادية لبداية السنة الدراسية؟ نعم نعرف أعداءنا، وكي نعرفهم نزيد نعرف الطريق. سياق أعدائي نار من ورائي ضوء من أمامي. لما ندرس تاريخ الشيخ عبد الحميد بديس عليه رحمة الله، أو ندرس الشيخ بشير إبراهيم، أو الشيخ طيب العقبي، أو الشيخ العربي التبسي، أو محمد عيد آل الخليفة، من جوحنا دفاع عن اللغة العربية. نحن ندافع عن اللسان، ولكن لا بد أن ندافع عن لغة تصنع المجد، لغة اكتسبت كرامتها من القرآن الكريم، إنها لغة القرآن الكريم. فأرجو من إخواني أن لا نكثر من البكاء دون العمل. ما أغلقنا أمامكم مسجدا، ما أغلقنا أمامكم مدرسة قرآنية، ما أغلقنا أمامكم قسما قرآنيا. يكفي أننا نقول لكم المسلمين الدكاترة كانوا معنا في ظرف أسبوع لدينا ملتقيين وطنيين حول التعليم القرآني، وأنا كنت في لجنة موضوعها واقع التعليم القرآني وسوق التطوير. دكاترة دكتور شاب معنا، كانت منذ أسبوع في غرداية يوم الأحد صباحا في تيزيويز لكي ننهض بالتعليم القرآني. لكن لما وجدنا أن الآباء لا يتفاعلون إيجابيا مع المدرسة القرآنية ومع القسم القرآني إلا القليل. أقول بمثلهم تعتز البلاد وتفخر. قبلهم كان الطالب حركات حمد من عين الإسلام تحصل على الرتبة الثانية في عملية في السعودية، طالب في عمره 18 سنة. قبلهم كثيرون. سرني استقبال ولد جلال للشيخ، وسرني الآن تكلف أننا سنكلمه، ويسرني كثيرا أننا حينما نفخر بهم أن نقتدي بهم. أنا أتركها للأستاذ هادي الحسني وأتركها لعمار المسجد أن المساجد في ولاية البليدة، وأن المدارس القرآنية في ولاية البليدة، وأن الأقسام القرآنية في ولاية البليدة مفتوحة لمن أراد أن يتعلم القرآن الكريم، لمن أراد أن يحفظ القرآن الكريم، لمن أراد علوم الدين، لمن أراد أن يقرأ القرآن الكريم بمختلف القراءات عن طريق هيئة الإقراء. أقمنا دورات للمؤذنين ونال عليه فيها شهادات، يتكلم الشيخ عن الشيخ الغزالي. أنا صاحبت الشيخ الغزالي وتشرفت بذلك، وكنت أول من كتب عليه بعد ذهابي. أنا أول من كتب عليه، بل كتبت يومها مقالا بعنوان من يكون بعدك، لأن أمي كانت تستفيد من 5 دقائق أو 10 دقائق بتاعه عليه رحمة الله. ولكن الشيخ الغزالي ومالك بن نبي كانوا لما يتكلموا عن الإرادة الفاعلة، لا فولونتي إفيكاس. موجودة الإرادة، ولكن أين الإرادة الفاعلة؟ نعمر المساجد، ولكن كم عدد حفاظ القرآن؟ بل هؤلاء حفاظ القرآن آلون أخلاقهم. الآن لا نسأل عن حفاظ القرآن الكريم، لدينا الكثير من حفاظ القرآن الكريم، ولكن نريد مع القرآن الكريم أخلاق القرآن الكريم، نريد مع القرآن الكريم أخلاق القرآن الكريم، نريد الآن امتياز. ما كنت أود أن أتحدث بعد الشيخ هادي الحسني، وما كنت أود أن أتحدث بعد هذه القراءة، ولكن الحديث عن اللغة العربية حرك في بعض الأشياء، فما أردت أن أفوت هذه اللحظة حتى أقول أننا لا نعاني من التنظير موجود، ولكننا نعاني من قلة العمل ومن الاستجابة إلى هؤلاء المنظرين.
كل خميس نقرأ الشيخ الهادي الحسني، لكن هل تفاعلنا مع قراءة الشيخ الهادي الحسني؟ كل خميس علمنا الشيخ الهادي الحسني أرانا من يكون في شيء، أرانا من يكون فلان، أرانا من يكون فلان، ولكن بعد يريد أن يخرجوا نشروا يمسكوا كاع قصة الدور. كم؟ إذا هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. إذا كانت جانحة أنا دوما أقول إذا كان الحق يغير إثر فانضاق صدره إلى الحق فليأخذه بدءا بنفسه. التنظير موجود نريد العمل. الأقسام القرآنية موجودة، المدارس القرآنية موجودة، المساجد موجودة، توجد في المساجد دكاترة، فتحنا الباب لكل من أراد أن يعمل معنا، فتحنا الباب لكل من يريد الخير لهذا الوطن، لكل من يريد الأمة الخير مرحبا. نتحدث عن اللغة العربية، ائتوني بأساتذة يدرسون اللغة العربية مجانا داخل المساجد وافتحوا لها الأقسام. افتحوا لها الأقسام كل المدارس القرآنية مرحبا. نتحدث عن القرآن الكريم، ائتونا بأبنائكم إلى المساجد وسنخرج لكم حفظ للقرآن الكريم مع الأخلاق، مع دعوتهم إلى العلم، حياة كما اسمها الشيخ، مع دعوتهم إلى كل ما فيه خير. ربما أطلت الكلام كثيرا، ولكن دوما أقول بمثل هؤلاء الشيوخ، بمثل الشيخ الهادي الحسني، بمثل الشيخ العزوري، بمثلهم جميعا، بمثلكم نعتز ونفتخر. أعتز حينما أرى المسجد هكذا الملوك، وتركت خوتنا في مسجد الأرشاد 14 يوم في دورة علمية حول الفقه والسنة والحديث وكل علوم الدين، ستنطلق في مسجد الأرشاد، ولكن القول يبقى ناقص بلا فعل. القول يجب له فعل، القول يجب له فعل. ربك وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الأرض قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء للعلم وش صار لها؟ هذا ورد الزرع. هذا ما يستغفر الله وإن أخطأت من نفسي ومن الشيطان وما أقول لنفسي من نفس الأخطاء بالسوء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنا لا أختتم شيئا جميلا، أنا أفتح الأشياء الجميلة دائما.